لايف بعد المباراة بتاعت الأهلي والزمالك اللي انتهت بفوز الأهلي 2-1. فبجد أنا بعتذر وبتأسف جدا لو قلت أي كلام طالع بعد ضغط جامد جدا وضغط عصبي. فده كان واجب الأول كده إن أنا أنوه إليه واعتذر عن يعني سوء التعبير اللي حصل امبارح. دي أول حاجة. الحاجة التانية هو الزمالك. الرسالة دي يعني موجهة لجون ادوارد، لأن هم حاطينك في وش المدفع، والوقت البرواز اللي هو يعني مصمم على بقاء المدير الفني هو جون ادوارد، اللي كان ممشي الخطة بتاعت الرواتب بشكل شهري هو جون ادوارد. احنا يا استاذ جون ادوارد لو سمحت، احنا عارفين ان المشاكل اكبر منك بكتير، وان الحمل اكبر بكتير، وعارفين ان كل دي المسكنات احنا ماشيين عليها من زمان قوي. انا بنصحك ان انت اللي تطلع وتقدم استقالتك وتكشف مجلس العار، المجلس اللي 12 شخص اللي موجودين مالتي مليارديرات، وشايفين ان الزمالك ده هو بس لقمه سائغه كده ياكلوا منه ويشربوا منه ويعملوا اسماء منه ويعملوا نفوس من خلاله، لكن هم قاعدين يتمحلسوا الممدوح عباس شويه ويروحوا يشحتوا على الارض، الضحك عليهم واتاخدت منهم برضو شويه. كل الامور ده انا شايف ان انت اطلع بره الدايره القذره اللي هم بيعملوها دي. ناس مش عارفين يعطوا حلول ولا يعملوا حلول. مجلس اداره طالع ينزل بيان قبل مباراه الجونه بيوم يشكر فيه جون ادوارد واللاعبين والجهاز الفني على تحملهم الازمه الماليه التي يعانوا منها نادي. انا من ساعه ما اتولدت وانا بشوف الزمالك في ازمات ماليه ومعاناه، يعني الامور دي ما اتغيرتش ولا هتتغير. معموله بقى بفعل فاعل، الناس مش عاوزاك وبيضربوك على يعني زي ما بيقولوا على يعني الحبل اللي بيربط ما بين الحياه والموت بالنسبه للنادي. اي استثمارات ممكن يكون فيها اعانه هتضخ لنادي الزمالك ولا هتتيح ليه ان هو يبقى عنده موارد ماليه، بنتحارب من كل الجهات. ماشي، كل ده اوكي. انا كمشجع زملكاوي انا ذنبي ايه؟ انا المفروض اعمل لحضرتك ايه؟ حضرتك مجلس اداره جاي بتشتغل في عمل تطوعي بلا مقابل. لو بما انك قاعد من فشل لفشل يبقى انت بتستفاد، زي ما الاستاذ محمود الفنان محمود الخطيب عامل في الاهلي هناك، قاعد ومستمد وظهر وجعه وراجل تعبان وبرضه دخل في قايمه النهارده. اي حد يقول لك فيه خدمات للكيان وحب الكيان، اقلع الجزمه وحطها في بقه، سواء مرتضى منصور سواء حسين لبيب، كلهم ناس ايديهم ملوثه وجايين فقط من اجل خدمه شخصيه لهم هم. اي واحد يضحك عليك ويقول لك الناس دي بتحب النادي وجايه من اجل الكيان ومن اجل النادي، يقول له انت كذاب. زي عضو مجلس الشعب، من اجلكم رشحت نفسي. هو عارف ان هو كذاب، واللي بيسمعوه عارفين ان هو كذاب، وهو عارف ان هم عارفين ان هو كذاب. كل واحد بيدور على مصلحته. اي حد بيتجه لاي عمل عام من خلال اي براند او اي هيئه او اي كيان او اي حاجه لها اسم، داخل بنسبه خلاص بقى العصر بتاع الفاروق خلص، احنا بنتكلم ولا عمر بن عبد العزيز خلص. احنا دلوقتي بنتكلم كلام منطقي. استفاد، بس خلي الزمالك يستفاد. احنا قاعدين نلوم على يانك فيريرا وبنلوم على اللعيبه، يبقى احنا يا جماعه بنفكر من خرم ابره. الموضوع اكبر من كده بكتير. انت جاي بتلعب فريقين قصاد بعض، فريق الفلوس بترش عليهم رش بياخدوا فلوسهم بالدولار مقدم، وانت عندك لعيبه بتطرد من السكن للاجانب ومش لاقيين الايجار يدفعوه. وعندك مدير فني والقسط والطقم بتاعه كله ب 15 او ب 16 الف دولار في الشهر. طبعا جايب مدير فني ضعيف على قد فلوسك، طبيعي ان ده يكون الناتج. فاذا احنا بقى ايه يعني، نفكر كده ان احنا ان شاء الله بدايه من الدور الثاني هنلعب مع الجماعه اللي هم ال 14 اللي هيبقوا بيصفوا من اجل البقاء. بالشكل ده المصري هياكلك وبيراميدز هياكلك والاهلي هياكلك. خلاص خلينا نتكلم كلام منطقي، والامور كلها مرتبطه بحاجه واحده بس، الامور الماليه
والماديه. الامور مالهاش علاقه باي فنيات خالص. فنيات احنا لعيبه احسن من الاهلي من الاخر. يعني اخوان بزيره ده اخوان بزيره امبارح ده. شيكو بنزا اللي جاب الجون، اول جون جابه وكان بيبص الجهه الثانيه كده من كتر الثقه والمهاره اللي عنده. لعيب كبير فعلا، بس اللعيب الوقت اللي مش هياخد راتب واللي مش هيديله فلوس مش هيديلك حاجه. وقلت الكلام ده وبكرره. فلازم نبقى عارفين المشكله فين عشان ندور على حلها. المشكله في مجلس الاداره العاجز الفاشل اللي مش قادر يستقطب اي موارد من اي استثمار مالي يضخ في النادي، معتمدين على اشخاص معينه وعلى راسهم ممدوح عباس. وانا قلتها امبارح الراجل ده 80 يعني ربنا يديله الصحه يا رب. لو توفاه الله الصبح مين اللي هيدفع لك بعد كده؟ هل ان ايمن ممدوح عباس ابنه هيكون بالسذاجه والبلاهه بتاعت ابوه؟ كل طلعه شمس يدفع له 2 مليون جنيه ولا حاجه؟ مش معقول يا جماعه. احنا لازم نصارح نفسنا. انتوا نادي كبير، الزمالك ده نادي كبير يا جماعه. ده المحله لعيبه المحله بياخدوا فلوسها في وقتها. الله، لعيبه المصري بياخدوا فلوسها في وقتها، لعيبه الاتحاد بياخدوا فلوسهم في وقتها، لعيبه سموحه، لعيبه الشركات، البنك الاهلي رواتبهم وعودهم تقريبا زي الزمالك وبياخدوا فلوسهم في مواعيدها. مفيش احسن من الزمالك والاسماعيلي، وادينا شفنا الحال ودى الاسماعيلي فين. شفنا الفلوس عملت ايه في الاسماعيلي. بعت اهم النجوم عندهم عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي اللي من نجوم المصري ومن نجوم بيراميدز، وفي الاخر عشان يسددوا للعيبه مستحقاته وعندهم 5 فترات ايقاف مش لاقيين لعيبه. بيجيبوا اللعيبه من القهوه من على القهاوي عشان يلعبوا مع الاسماعيلي. هي الكوره بقت كده، لا عاد بقى سمسميه ولا عاد الكلام ده. فعندك نظام اداري خطا وغلط في الدوله كلها كاداره رياضيه. بتدفع بالمليارات لانديه معينه وتقول ده دعم ومش عارف ايه وموارد والكلام ده، وكله ضحك على الدنيا واحنا عارفين. عاوزين تقفلوا النادي اقفلوه بقى. واخبار 6 اكتوبر ايه؟ انا متاكد ان بعد ما يعني اللي كان يعني المنال بعد ما نالوه خلاص ان الزمالك بعد ووقع، هيرجعوا ارض 6 اكتوبر تاني. ما كانت ارض 6 اكتوبر في فلوس دخلت، في مستثمرين دفعهم، كيشهم، بدات تجيب لعيبه. اول ما جيت تاخد الدفعه الثانيه عشان تدي اللعيبه فلوسها قاموا قاطعين عليك الارض. خلاص اللعيبه طلعت بره تركيزها، اللعيبه بتطرد من بيوتها، اللعيبه فقدت التركيز. شايفين ان كل الفرق وكل اللعيبه اللي قصادها وزمايلهم بياخدوا كل واحد اقل حاجه 60 70 مليون في ميعادهم، هم مش لاقيين يحطوا بنزين في عربياتهم. فطبيعي كان لازم ان الدنيا تفلت كده. فالقصه مش قصه مدير فني. طبعا مدير فني فاشل لو بات النهارده في القاهره يبقى فشل فوق الفشل، ولكن المشكله اكبر من مدير فني. انت كنت حافظت على ايمن الرمادي، ايمن الرمادي قعد معاك شهر جاب لك بطوله كاس ببلاش من فريق بيراميدز اقوى فريق في افريقيا. يعني انت حتى بتلعب ضد نفسك. بس لما بيكون في تخبط من فوق الدنيا كلها بتبوظ من تحت. فاحنا لازم نكون نصارح نفسنا ونبقى فاهمين كويس قوي الدنيا ماشيه ازاي في نادي الزمالك. الموضوع اكبر من تبرع واكبر من قطعه ارض ترجع لك او الكلام ده. موضوع استثمار، موضوع محتاج دعم من الدوله زي ما بيتعامل مع نادي الاهلي، وفي نفس الوقت استثمار من خلال لجنه اسمها لجنه الاستثمار تشوف ازاي وتقدر ازاي انها توفر لك موارد ماليه من اسم النادي، من رعايه، في مليون الف حاجه على فكره، مليون الف حاجه يقدروا يساعدوه. لكن الكلام ده كله عند الناس دي يا جماعه اللي هم القايمه الواحده او القايمه الموحده مختلفين دلوقتي. في عضو مجلس اداره قافل تليفونه وما بيردش عليهم. احمد سليمان طلع لبس هشام نصر وحسين لبيب من 3 4 ايام وطلع قال لك ان الموضوع كله عند حسين لبيب وهشام نصر. جون ادوارد ملوش دعوه. فالرجاله اصلا شغاله ضد نفسها. احنا نقعد نقول دايما بنتحارب من الاهلي ماشي، بنتفق بنتحارب من الاهلي ومن اجهزه الدوله عشان كل ده احنا مامنين بيه، ولكن انت عندك مشاكل برضه صارخه في النادي بتاعك. ما بيحبوش بعض، ولاد النادي ما بيحبوش بعض. فاحنا لازم نتفق على حاجه والناس كلها تبقى فاهمها. احنا نادي اللي هينتشلنا ويغير شكلنا حسام عبد المجيد بياخد 1.5 مليون. ياسر ابراهيم مجدد ب 45 مليون جنيه مثلا. ياسين مرعي اللي كان بيقعد الاحتياطي لحسام عبد المجيد، تمام، اللي ما كانش بيلمسها، رايح مع الاهلي ب 50 مليون في السنه. الولد لما يشوف الحاجات دي يعمل ايه؟ وجاي تقول له حسام عبد المجيد بيمسي، والاهلاويه طالعين يقول لك ابننا وهو بيسلم على محمد علي من رمضان والناس دي. انت انت اللعب بيكون تحت ايدك وانت مصر ما عادش فيها لعيب الكوره ولا عاد فيها مواهب، قليل جدا لما بتلاقي لاعب كويس تروح عشان خاطر الفلوس. ما هو طبيعي هيسيبك ويمشي. اللعيبه دي بشر
وعندهم التزامات وعندهم اسر وعندهم يعني ارتباطات لازم يوفوا بيها. خلينا نتكلم كلام منطقي. انت مش هتقدر توفي بالعقود مع اللعيبه، يبقى مالكش اي لازمه. جايب لي لعيبه، واحد من البرازيل، واحد مش عارف من نيجير، من غينيا ولا من انجولا، وجاي بتقول له استحمل. يستحمل ايه؟ هو انت مين انت عشان تقول له استحمل؟ ولا هو يبقى لك ايه؟ ده اولاد النادي سابوك. ده الجعان اللي احنا عملنا منه اسم، كان جاي حافي من الشارع وعملت له اسم، راح باعك وسابك عشان الفلوس، عشان خاطر مش واثق ان انت هتديله الفلوس بتاعته. هتيجي تلوم على لاعب زي شيكو بنزا قال لك انا بطرد من السكن ومحدش بيديني راتب والكلام ده، تروح تستبعده وتقول فني؟ ايه لو بقى على التخبط اللي حصل من بعد ماتش الاسماعيلي ياخد انذار؟ احنا كنا عاوزين 6 بونت، خدت بونت واحد، على اساس ان كان ماتش الجونه ده ببونت واحد وماتش الاهلي ب 60 بونت. ما هو كل ده بيوصلك لمرحله ان في تخبط اداري. فاحنا اول حاجه للحلول رحيل الراجل ده النهارده، تجيب ايمن الرمادي، لو قدرت تجيب طارق مصطفى والشين تجيبهم. تاني حاجه توفير الفلوس بتاعت اللعيبه، تاخدها زي ما انت كنت واعدهم، وهو كان واعدهم ان هيدوهم الفلوس النهارده تاني يوم المباراه لو فازوا، تديهم الفلوس بتاعتهم برضه. لو انت عاوز الى حد ما تلحق كونفدراليه السنه الجايه، كونفدراليه، مش هقول لك بقى تروح دوري ابطال. وختاما حسين الشحات او اللاعب صاحب الزبيبه اللي في راسه، عيب يا حسين. انت طولك 171 وطوله 165، فرق 6 سم. عيب لما تكون سباب بالدين وتختمها بتنمر. يعني احنا مش عايزين نتكلم على خلق ربنا، لان لو تنمرنا ما هيكونش حد موجود خالص يتنمر عليه زيك انت بهيئتك وشكلك. ده ربنا بيقول لك لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. فربنا نهى عن التنمر. انت عيب لما تعمل حاجه زي كده وتعمل للولد كده. الولد ما عملكش اي حاجه، والولد ده لو اتاحت الفرصه ليك جمهورك هيشيله على كتفه. لو اتاحت الفرصه ان انت تاخده جمهورك هيشيله على كتفه وهيرميك انت بره في المدرجات زي ما عملوا معاك في ماتش ميامي، وعلوا زيزو عليك واعتبروك ان انت مالكش فيها اي حاجه. فاستقيموا ويرحمكم الله. مجلس اداره نادي الزمالك، اما التعديل الفوري او الرحيل الفوري. السلام عليكم.